مرحبا واهلا وسهلا فيكم بدرس التاني للغة الإسبانية. أولا أنا بدي أقولكم إنه أنا كتير متأسف، سوري كتير إنه ما عملت الفيديو من قبل، بس ما كان عندي وقت لأنه كان عندي امتحانات بالمدرسة وأنا كان لازم أدرس كتير، ومنشان هيك ما عملت الفيديو التاني من يعني من قبل. بس الحمد لله أنا هون اليوم، وانا راح اعمل الفيديو تاني للغة الاسبانية. انا كمان بدي اقولكم انه اليوم انا راح احكي باللبناني. كتير ناس قالوا لي انه هن بيفهموا كتير منيح يعني اللهجة المصرية، وكمان كتير ناس قالوا لي انه هن بيفهموا كل لهجة، وكمان كتير ناس قالوا لي انه هن بيفهموا اللهجة الشامية. ومنشان هيك يعني انا بعتقد انه كل الناس فيهم انتوا كلكم فيكم تفهموا اللهجة اللبنانية كتير منيح. ولو ما فهمتوا كلمة او شي فيكم تسألوني، وانا راح لكم شو يعني هالكلمة، او شو كان بدي اقول انا. آم، بأول درس نحن تعلمنا الأبجدية الإسبانية، وبهذا الدرس نحن راح نتعلم أكثر منها، يعني من الأبجدية. وكمان راح نتعلم القراية باللغة الإسبانية. القراية باللغة الإسبانية كتير 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 هوينة، كتير سهلة. لأنه نحن يعني كل حرف عنده صوته. يعني لما نحن بنكتب كلمة، نحن راح نقول كل صوت لكل حرف يلي كتبنا يعني بالكلمة. مش مثل بالعربي انه نحن لازم نستعمل الحركات، او انه مثلا انتوا تكتبوا مدرسة وبتقولوا مدرسة، او تكتبوا بيت وبتقولوا بيت، مثل هيك. او مش كمان مثل بالانجليزي انه هني بيكتبوا آه هوسة وبيقولوا هاوس، او سكي وبيقولوا سكاي، مثل هيك. بالاسباني لا، بالاسباني كتير كتير هوين، وكل حرف عنده صوته. بس حرف تاني ما عنده صوت. بس نحن راح نتعلم هيدا الشي بعدين بهالفيديو. طيب، اذا اليوم راح نتعلم القراية باللغة الإسبانية، وكمان راح نتعلم كلمات شوية، كلمات جديدة. بس هني مش كتير، يعني مش كتير كلمات. آه، وبس. ان شاء الله بتنبسطوا كتير، ان شاء الله عجبكم هيدا الفيديو، وان شاء الله بتعلموا كتير، وان شاء الله بدكم تتعلموا اكتر بالمستقبل. كمان ممكن هلا انا راح استعمل اللبناني. آه، بس كمان ممكن في المستقبل انا راح استعمل لهجة تانية، المصري تاني مرة، والخليجي، او العراقي، او السعودي، او المغربي، او التونسي. يعني ما بعرف احكي كتير منيح باللهجات التانية. بس آه، انا راح احاول شي يوم يعني استعمل او احكي باللهجة التانية، وان شاء الله بتنبسطوا كتير، وان شاء الله يعجبكم كتير هيدا الفيديو، يعني هدول الفيديوهات يعجبكم. واليوم راح منبلش مع درس التاني للغة الإسبانية. إيه، وبس منبلش. طيب، أولا راح أقول الحرف، وبعدين مثال، يعني كلمة يلي بيستعمل هيدا الحرف. إذا أول حرف بالأبجدية الإسبانية هي A. 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 والمثال avión. 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 مش avión. avión لا، ولا avión لا، but avión. 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 B. burro. 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 مش burro
ولا burro but burro. لما الحرف ب او الحرف في وب بيكونوا ببداية الكلمة بنقول ب مثل الباء. بس لما هني بين كيف بنقول بين حروف علة vowels يعني بنقول avion not ب avion. اوكي. بعدين س بإسبانيا بيقولوا ث. مثلا كاسا. الحرف س او ث لما هو بجانب الحروف العلة ا او و او بنقول ك مثل الحرف كاف. بس لما هي بجانب الحروف العلة ا و اي بنقول ثي او بلاتين امريكا سي. مثلا cerca بإسبانيا وهون cerca. بعدين de dedo هون كمان نفس الشيء مثل الحرف ب بنهاية الكلمة بنقول د مثل الدال. لما الحرف بين vowels بنقول ذ مثل الحرف ذال dedo مش dedo ولا dedo ولا dedo but dedo. بعدين elefante F fiesta G gato. مع حرف خ كمان مثل الحرف ب و ذ بنهاية بنقول ج gato. ولما هي بين حروف علة بنقول أغ ج مش غ مش مثل الحرف غين بس يعني it vibrates شوي ببداية الكلمة ج gato وبين vowels غ وكمان مثل الحرف سي يعني ث او س لما الحرف بيكون قدام الفاولز ا او and او بنقول جا جو انجو وجو. بس لما هي قدام يعني الفاولز ا و اي بنقول خ وخي. مثلا خلاتينا إذا بدنا نقول ج و جي لازم نستعمل الفاول او بين الجي يعني بين الخ وبين الاي او الاي وهذا بنقرأه مثل ج جي. وإذا بدنا نقول و and وي لازم نستعمل يعني two little points above الحرف او وبالاسباني هني يعني اسمهم diéresis
diéresis و نقرأ و وي. مثلا pingüino pingüino pingüino. بعدين H H يلو. هالحرف ما عنده صوت، ما عنده. يلو. إي إيرلندا إيرلندا إيرلندا. جوتا جرافة جرافة جرافة. أو بإسبانيا more أكتر أكتر قوي أقوى. خرافة خرافة بإسبانيا مثل الخاء، وهنا باللاتين أمريكا مش كتير قوي. خرافة هون وخرافة بإسبانيا. كيلوغرامو كيلوغرامو. ليبانو ليبانو ليبانو. música música música. niño niño niño. ñu ñu ñu. oso oso oso. papá papá papá. queso queso queso. هون مع هيدا الحرف لازم نستعمل الفاول او دايما قدام الاي والاي، وبنقرأ نقرأه مثل كي وكي، لأنه إذا بدنا نقول كوي أند كوي لازم نستعمل الحرف سي. أوكي. والحرف كو ما بنستعمله مع other vowels، لا. بعدين عنا R restaurante restaurante. ببداية الكلمة هالحرف كتير قوية، بس لما هي بين يعني مش ببداية الكلمة وعندنا R1 يعني R1 بس بنقول ere ولما بنستعمل 2 R's بنقول بس أبدا نستعمل 2 R's ببداية الكلمة. S solo أو solamente solamente. también uva vaca whisky xilófono أو México Y or yo وآخر حرف Z أو ثeta هون وثeta بإسبانيا. cebra أو zebra هذا كل شيء. وإن شاء الله إن شاء الله بتتعلموا كتير ونشوفنا بالدرس الثالث كتير قريبا إن شاء الله. مع السلامة.